قابيل فلاحا يزرع مختلف المحاصيل، أما هابيل فاستأنس المواشي وأتقن تربيتها. ولكن قابيل في داخله كان يتمنى أن يكون متفوقا على أخيه وعلى باقي إخوته، أما هابيل فكان كل همه أن ينال رضا الله ويكون له مطيعا. وجاء وقت اختبار مدى طاعتهما لله وسعيهما لمرضاته سبحانه، فأمرهما نبي الله آدم بأن يقدم كل منهما قربانا لله سبحانه، وأن يكون من خيرة ما أنتجاه.